ان شاء الله بخير. اليوم راح نعمل مع بعض الفول اليمني بطريقة كتير لذيذة، تابعوني. حطيت بالخلاط 2 بندورة و2 فلفل رومي و1 فلفل حار و4 اسنان توم مع نص كاس مي. راح اخلطهم كتير منيح. حطيت معلقتين زيت مع بصلة مقطعتها مكعبات. بترك البصلة على النار لحد ما تدبل معي، يصير لونها هيك على اصفر وتدبل. راح احط سنين توم فرميتهم فرم ناعم. دبلت معي البصلة واخذت لون. هلا بفضي فوقها الخليط اللي خلطناه بالخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. راح احط فوقهم فلفل اسود وكمون وكزبرة يابسة وملح. طبعا البهارات حسب الكمية اللي انتو عاملينها. ومعلقة دبس بندورة، صلصة طماطم. بقلبهم منيح مع بعض وبغطيهم شغلة 5 دقايق، بخليهم يتسبكوا، انه بدي المي اللي حطيناها تنشف ويتسبكوا مع بعض. عبين ما تتسبك معنا الصوص، عندي هون علبة فول. علبة فول جاهز انا. اذا عندكم فول من الفول العريض المسلوق بكون منيح. راح احط فوقهم كمان نص كاس مي واخلطهم بالخلاط. وهلا بعد ما تسبكت معي راح اضيف الفول اللي طحنته بالخلاط. بسم الله. الفول لازم يكون هيك قوامه سائل. وبقلبهم مع بعض وكمان بغطيهم وبتركهم شغلة 5 دقايق هيك يتسبكوا مع بعض. راح احط شوية كزبرة مفرومة وعصير نص ليمونة. طبعا الليمون حسب الذوق. ظبطت الملح تبعها. هلا بقلبهم دقيقة مع بعض وخلاص بتكون صارت جاهزة معنا. حطيت الفول بالصحن وزينته بالبندورة والفلفلة والكزبرة. راح احط عليه زيت زيتون. بسم الله. هيك صار جاهز للأكل. وهاي حبايبي النتيجة النهائية. طبعا طعمه خيال. جربوه واعطوني رأيكم، ولا تنسوني من الدعم واللايك والشير والاشتراك بالقناة. ربي يسعدكم يا رب.